السلام عليكم حبايب قلب الأعزاء طلبة تالتة ثانوي الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. صديقي العزيز، لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولا تنسى الدال على خيرك فاعله. حاول على قد ما تقدر تشير القناة لأكبر عدد من زمايلك عشان الكل يستفاد بإذن رب الكريم. صديقي العزيز، النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل ريفيو على كتاب مراجعة ليالي الامتحان بتاع مستر محمد عبد المعبود، وكمان جريدة الجمهورية التعليم. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ده يا صديقي العزيز الكتاب بتاع مراجعة ليالي الامتحان، ده يختلف خالص عن المراجعة النهائية. ده لثانوية عامة وثانوية أزهرية. تعال نشوف محتويات الكتاب من بره. الكتاب ده يا صديقي فيه الاختبارات الشاملة بس مفيش غيره يعني. لو جينا بصينا على محتويات الكتاب اهو، بص يا معلم، بسم الله، تعالى يا عم نشوف الكتاب ده بيقول ايه. محتوياته ده بيحتوي على الاختبار الشامل الأولاني، وشامل تاني، وشامل تالت، وشامل رابع، وشامل خامس. يعني عندك 5 شوامل على المنهج. بعدين عندك 24 دور أول، 24 دور تاني، وأزهر دور أول، وأزهر دور تاني، و23 دور أول، وهكذا. الامتحانات التجريبية كلها بمعنى صح، تمام. دي موجودة طبعا في أي كتاب طبعا، تمام. فطبعا الناس اللي كانت بتسأل بمعنى صح، هو الكتاب بتاع المراجعة النهائية مفيهوش شوامل؟ لا مفيهوش شوامل. الكتاب بس صديقي العزيز هو اللي لمم كل الشوامل اهو، تمام. ودي الإجابات بتاع الاختبارات. يبقى انت عندك كام شامل اهو؟ يبقى انت عندك دلوقتي 20 شامل، 20 شامل سنوات سابقة، تمام، على المنهج كله. وبعدين يا صديقي العزيز دي الاختبارات بتاعتها، وبعدين بدأ يجيب الشوامل بس. يبقى الكتاب طبعا ايه، لو كان فيه أسئلة وكده كنت هراجع عليهم سؤال سؤال بمعنى صح، اشوف لك الأسئلة مستوى سهل ولا صعب. بس لا، دي أسئلة امتحانات ثانوية عامة سنين سابقة، وفي 5 شوامل بس، تمام. يبقى كده عندك كام شامل؟ 20 شامل على المنهج. ده كتاب مستر محمد عبد المعبود، ده بتاع مراجعة ليالي الامتحان. ده صديقي العزيز بتاع جريدة الجمهورية التعليمية. دي تقريبا بكل سنة ان شاء الله بإذن رب الكريم بينزلوا ان شاء الله حاجة زي ايه، حاجة زي أسئلة كتير قوي على كل فصل، تمام. ودي ان شاء الله ان لقينا تفاعل منكم، وحتى لو القناة والله ضربت قفلت مثلا 9500 مشترك مثلا، والله حلو معاكم ان شاء الله بإذن رب الكريم. دي وعد مني طبعا. صديقي العزيز، والله انا عشان انزل لك الفيديو انا لازم احس ان انا فعلا تعبي ده بيتقدر، انت فاهمني. لان والله انا لما انزل لك فيديو واحس ان تعبي متقدرش، بحس ان ملهاش لازمه. فبالفعل والله العظيم انا كشخص بأحبط ان انا انزل لك فيديوهات، بقول خلاص طالما ملهاش لازمه بنزل لكم ليه. فحقيقي لو لقينا شويه تقدير منكم، والله يا جماعه انا عارف انكم مضغوطين بس نعمل ايه طيب. لو لقيت والله شويه تقدير منكم هنزل لكم الكتاب ده والله. طبعا ايه، يوم العيد ان شاء الله باذن رب كريم دي هتبقى هديه العيد مني لاخواتي وحبايب قلب الطلبه الصغيرين. ان شاء الله هيكون ليك ال 12 تجريبي اللي نزلوا من الوزاره، ان شاء الله هينزلوا لك كامل على اليوتيوب باذن رب الكريم، تمام. وان شاء الله لو لقينا تفاعل منكم انا على كلامي اصلا هسجل ديت ان شاء الله وانزلها لكم، هي وكراسه ليالي الامتحان بتاع كتاب التفوق ان شاء الله باذن رب الكريم. بس اهم حاجه بس نشوف شويه تفاعل واهتمام منكم اصدقائي الاعزاء. تعال نشوف بقى ايه هي دي بتقول ايه. بسم الله. طبعا دي يعني ربنا يبارك لهم يا رب ويديهم الصحة. دي بتاع أستاذ أحمد بركة وأستاذ محمد عبد المعبود وأستاذ أحمد رياض، ربنا يا رب يبارك لهم ويديهم الصحة يا رب. تعال نشوف يا عم، بسم الله. صديقي الأسئلة طبعا إيه يعني، الحمد لله هي مجمعة أفكار كتير قوي على الفصل الأول كله، وكل فصل بمعنى صح. وجايب أي نعم أفكار سهلة ومباشرة إنها تتحل، وأفكار متوسطة. لحد الآن أنا لسه ما شفتش كتاب كله عشان أقولك فيه أفكار صعبة ولا لأ. فتعال نشوف. والله يا صديقي دي لحد الآن كده هي أفكار، هي سهلة ومتوسطة، تتحل عادي جدا لو أنت واحد مراجع أول السنة اهو، تمام. وحاجة عجباني ان كل سؤال بفكرة مختلفة عن التاني، مش مكرر الفكرة، فدي حاجة عجباني اهو يا صديقي. وبعدين جاب لك افكار على سحب السلك، وافكار على المقاومة وتجزئة الجهد والتيار، وان فرق الجهد طبعا ايه والمقاومة بينهم علاقة طردية زي فكرة امتحان 24. وطبعا دي حاجة فعلا انا باكد لك والله عليها، ان كل سؤال بفكرة مختلفة عن التاني اهو. علاقة بين التيار تردد، تيار فرق الجهد، إيه دبليو ان عشان نجيب الكيو كمية شحنة كهربية. تعالى اكبر عشان تبقى شايف طبعا اهوت. طبعا ايه، وجايب لك حتى علاقات بينية، يعني مش جايب لك بس إيه مسائل بأرقام، لأ وجايب لك علاقات بينية كده. جايب لك 20 سؤال على الدرس الأولاني، بعدين بدأ يخش على المقاومة المكافأة، كذا سؤال بكذا فكرة اهوت، تمام، بحالات حذف المقاومات. أكتر حاجة ممكن تضايقك فيهم يا صديقي العزيز اهوت. وجاب لك اهوت، بسم الله اهوت يا عم. دي برضو لسه ما زالت لحد الآن أسئلة على المقاومة المكافأة والكلام ده كله، عشان المقاومة المكافأة كان درس تقيل قوي. أنا من المدرسين اللي خدته على 3 حصص اهوت. اهو ده صديقي العزيز، ادي اسئله بتاع تجزئه التيار وتجزئه الجهد وبتاع الحالات والامطره.
وبتاع تجزئة الجهد ديت، وبرضو حالات الأنطرة برضو لسه اهوت. بعدين دخل ده كل دي أسئلة على الفصل الأولاني. بعدين دخل اهوت على كيرشوف، أنا شايف إن هو دخل على كيرشوف اهوت. سيجما دخل بيساوي الخارج، وبعدين دخل على كيرشوف التاني. وبعدين جاب شوية أسئلة همت نوعا ما على نهج امتحانات الثانوية عامة سنين سابقة اهوت. تمام. انت نازل اهوت. اهوت يا صديقي العزيز، أسئلة محترمة اهيت وعلى العلاهيات كويسة، خلي بالك. وجاب أسئلة على قانون أوم تزداد تقل ظل ثابتة، عشان عارف إن أغلب الطلبة بيتلخبط فيها بمعنى صح اهيت اهوت. ودي كمان برضو عدد الأسئلة بيسأل فيها عن الإضاءة هتزيد تقل ظل ثابتة اهوت يا صديقي العزيز. والبطاريات أنواعها شحن وتفريغ اهوت، زي اللي جت بالظبط في 24 دور أول. وجايب لك أسئلة برضو عن المقاومة المكافئة زي اللي جت في 25. النموذج التالت لما يوصل المقاومة المكافئة بين اكس وواي وبين زد وواي مثلا وبين زد واكس، وعايز يجيب أقل مقاومة مكافئة اهو ده صديقي العزيز. وعندك ايه بقى ده مش في بس اختياري بس، لا يا صديقي العزيز، وفي كمان مقالي اهو. في أسئلة مقالية يا صديقي العزيز من هنا لحد تمام. يبقى لحد الآن يا صديقي العزيز عندك كام سؤال؟ عندك 80 سؤال على الفصل الأول اختر، وعندك 10 أسئلة على الفصل الأول مقالي. حرفيا دول يعني 96 سؤال، عفوا لا، يبقى كده عندك 90 سؤال على الفصل الأول بالكامل. هل الناس المحترمين القائمين على هذا الكتاب يكتفوا بهذا؟ لا طبعا. ايه اللي حصل يا صديقي العزيز؟ اللي حصل كمان جابوا لك امتحان شامل عشان تقيم تشوف نفسك يا حبيب قلبي هل بقيت تعرف تحل الفصل الاول ولا لا. ادي امتحان شامل اهو، بافكار حلوه، بافكار محترمه، خلي بالك مش افكار تقليديه، مش افكار. هو اي نعم في جديد وفي تقليد، مش هنكدب الحق يتقال برضه. تمام اهو يا صديقي العزيز. اه حلو السؤال ده عاجبني. وجايبين لك سؤال 20 سؤال شامل على الفصل الاولاني عشان تجرب تشوف نفسك. يبقى كده الفصل الاول عليه تقريبا اسئله محترمه قوي، عليه فيما يقرب من 100 وحاجه سؤال. تمام. داخل على الفصل التاني اهوت، جاب لك اسئله محترمه على الفصل التاني اهوت بافكار كتير اهو. وهنا برضو نفس الكلام يا صديقي العزيز، بيكلمك عن كسبت الفيض برضو عند نقط، يعني رجعت تعمل الأم محتاج أم حتى في الفصل التاني. وبعدين هيتكلم عن نقط التعادل أول. دخل أسلاك في ملفات دائرية، عندك أكتر من ملف دائري، أكتر من ملف دائري مع سلك، ملف دائري. وبيسأل عن محاصيل كسبت الفيض أهوت. ملفات الأولوية اهوت يا صديقي العزيز. وبعدين دخل ملف الأولوية مع دائري، بعدين دخل ملف الأولوية مع سلك مستقيم، بعدين دخل القوى المغناطيسية مع أسلاك مستقيمة اهوت. هنا نفس الكلام اهو يا صديقي العزيز. هنا طبعا القوة المؤثرة على الشكل ده بصفر، لأن أنا أكدت عليه مرة بدل المرة مليون مرة، عشان دي مهمة أوي بتيجي في امتحانات كتير اهوت. دي أسئلة برضو. هو بأمانة الكتاب كمستوى عاجبني، ودي حلوة برضو، السؤال ده عاجبني حلو. تمام. كمستوى أسئلة فهي والله الأسئلة نوعا ما حلوة عجباني بأمانة. أنا ممكن كده أحل الكتاب إن شاء الله لو لقيت تفاعل منكم عند كلمتي طبعا. تمام. أدي يا عم عدد الأسئلة اللي موجودة في الكتاب دهيت. تمام. طبعا أدي دخل اهوت يا عم على الأجهزة. دخل على الأجهزة اهوت. أول حاجة جاب عزم ثنائي القطب، بعدين جاب الجلفانو، بعدين جاب الأميتر، بعدين جاب الأميتر برضو شوية أسئلة حلوين على الأميتر، بعدين جاب الأوميتر. بعدين يا صديقي جاب لك المقال. يبقى هو جايب كام؟ جايب 45 سؤال على الفصل التاني، وجايب 10 أسئلة مقالية. فهنا عندك 55 سؤال على الفصل التاني، كل سؤال بفكرة مختلفة عن التاني، خلي بالك. تمام. وبعدين جايب لك شامل على الفصل التاني تجرب فيه نفسك انت. تمام. وهو خلي بالك تقريبا رابط الفصل التاني من الأولاني، فدي حاجة كويسة منه عجبتني والله أوي. ده شامل على الفصل التاني اهو. ومش سهل، مش سهل يا صديقي، عايز واحد بمعنى صح مركز اهو. ده شامل على الفصل التاني كله، مش سهل، انا بأكد تاني اهو. تمام. الامتحان ده متعافي شويتين خلي بالك. وعندك نفس الكلام، عندك 25 سؤال على الفصل التاني. دخلنا على الفصل التالت يا صديقي اللي هو أهم فصل اهوت. بيبدأ بالدوران ويذكر اي ام اف فاراداي، اي ام اف فاراداي، فاراداي ولينز نفس الكلام. ولعب عن السرعة النسبية عشان هي بتيجي في امتحان كتير اهوت. وبدأ يخش يا صديقي وعزيز على اللهم صل على النبي، الامتر تزداد تقل الظل ثابتة، الاي ام اف بتاع السلك امتى تولد وامتى متولدش اهوت. وبدأ على طول يخش على طول على امتى تزداد امتى تقل الظل ثابتة فرضية على طول، ودي جت في كتاب الامتحان. وبقى حط لك فكرة جديدة بمعنى صح عنها اهوت. ودي نفس الأفكار المعتادة، ودي نفس الكلام، دي حلوة برضو عجبتني نوعا ما، انت خدت فكرتها بس هي حلوة برضو عجباني.
الأسئلة اهيت يا صديقي اهيت. تزداد تقل ظل ثابتة حتى كمان جابها هنا مع الملفات اللي بقى الفصل التالت اهوت. نفس الكلام هنا برضو. السؤال ده نفس الفكرة بتاعته موجودة في كتاب وسام. تمام. تعالى هنا اهوت يا صديقي العزيز اهوت أسئلة كتير جدا. ماشي. وبعدين دخل على الملف او الموتور في الاخر اهوت. بعدين اهوت جاب لك الدينامو اهوت. وبعدين افكار بتتكرر كتير قاعد يجيبها اهوت عن حركة السلك وتولد اي ام اف مستحث يتحرك منين، مين اعلى جهد مين اقل جهد. انت عارف ان الطير جوه السلك بيمشي من الاقل جهد لاعلى جهد، فما تتلخبطش فيها بوش دماغك اهوت. جاب لك اللهم صل على النبي كذا لفة عند كذا موتور عشان عارف ان سعادتك بتتلخبط فيها اهو. بدأ يجيب لك كل الاحتمالات اللي ممكن تيجي في دماغك. تمام. وبدأ يخش في المحاولات. ادي المحاولات اهو يا صديقي. بس اوعى تنسى ان دي في ماكس احنا هنجيبها بالافكت طبعا عشان اقولك ليه دلوقتي اهوت. بدأ يجيب لك ايه افكار على نهج الافكار اللي جت في امتحان ثانوية عامة سنين سابقة. دي حقيقة فعلا بنفس النمط بالظبط بس مش بنفس الارقام، ارقام مختلفة طبعا. تمام. يعني هو كده جاب كام؟ 36 سؤال على الفصل الثالث. وبعدين جاب ادي 6 اسئلة مقالية. فنوعا ما الاسئلة حلوة اصلا، الاسئلة حلوة وعجباني. كل سؤال بفكرة مختلفة عن التاني فيها عجباني اوي. وده نفس الكلام اختبار شامل على الفصل الثالث. ودي طبعا احنا هرسناها بدل مرة مليون مرة. تمام. والاختبار الشامل حتى كويس مش وحش، كويس والله جدا. انا اهي بص دي عمال اكدك عليها من هنا السنه الجايه وجات اهي. اللهم بلغت اللهم فشل. انا مش هتكلم تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انت عارف ان دي في بي على ار والميل بتاع المسائل يتسلب ار على ال. وقدر الحل هتحفظهم. ده طبعا ايه الفصل الرابع اهوت. اسئله الفصل الرابع عن السلك الاريديوم بلاتين ودينامو تيار متردد ودوائر بتاع ار ودايره ال ودايره سي. وانت تزداد زاويه الطول وانت تقل. بعدين دخل على المكثفات اهوت يا صديقي العزيز. بدا يجيب لك مكثف مشحون والتاني لا اهوت. هو مكتر في الأسئلة عن المكثفات عشان عارف إن المكثفات دي بعبع بتزعل ناس كتير يا اسطى اهوت. وبعدين خلص خالص ونزل تحت. بيقول لك اهو في الدايرة التالية عند فتح المفتاح اللي هيحصل تيجي تقل ظل ثابتة اهوت يا صديقي العزيز. وجايب لك أسئلة كويسة على الفصل الرابع. وجايب لك بعدها الشامل طبعا على الفصل الرابع طبعا اهوت. وبعدين يا صديقي دي أسئلة على الفيزياء الحديثة طبعا ايه. تعال نشوف. طيب هو جايب أسئلة كتير على الفيزياء الحديثة وجايب على كل فصل شامل طبعا. الحمد لله. ايه دي حاجة كويسة أوي ان كل سؤال بفكرة مختلفة عن التاني. عايزين نشوف هل في شوامل لاخر الفصل ولا لا. ده اختبار شامل على الفصل الثامن. بعدين جايب لك الاجابات. ثواني كده. طيب ماشي اول نعملها بقى نعملها في الفيديو خلاص. وبعدين جايب لك الاجابات. لا ايه دي مش الاجابات، دي اختبارات شامله. تمام. يعني هو جاب لك ايه، جاب لك على كل فصل عدد اسئله معين. مش بس كده، يعني هو جاب لك على كل فصل عدد اسئله معين. وبعدين يا صديقي العزيز عمل ايه بعدين؟ جاب لك اختبار شامل على الفصل لوحده. بعدين جاب لك اختبارات شامله على المنهج كله. تمام. كام اختبار؟ ما قالش كام اختبار بس تقريبا 7 أو 8. جاب لك 5 اختبارات شاملة على المنهج كله. تمام. فصديقي العزيز لا تقلق لا تقلق لا تقلق. ان شاء الله باذن رب كريم هنحل السؤال ده ان شاء الله. او هنحل الكتاب. السؤال ده ايه، هنحل الكتاب ده ان شاء الله. بس اهم حاجه بس نلاقي تفاعل منكم ان شاء الله. وانا والله مش هتاخر باذن الله. بس يا عم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.